مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، أصحابكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها بأهم ما جاء فيها. جهود لتوسيع خدمات طب الأسنان والعيون في مدينة دكة محرة. السفير يوحنس يلتقي بمسؤولين في حكومة جنوب السودان. إنشاء مشروع مياه شرب نظيفة في مدينة معيني. إطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. معطل 27 من الحرس الثوري في هجوم تحالف إيران. إضراب يلغي جميع الرحلات الجوية في بلجيكا. أهلا بكم. صرح المهنيون الصحيون عن تسيير جهود حثيثة لتوسيع خدمات طب العيون والأسنان الجارية في مستشفى دكة محرة. وأوضح الدكتور فريم كحسعي طبيب الأسنان بأن قسم من خدمات طب الأسنان الكائن في المستشفى ظل يشهد تطورا ملموسا من حيث الكادر الكفو والمعدات الحديثة اللازمة، حيث يقدم في الوقت الحالي خدمات الجراحة وخدمات حشو الأسنان بالليزر. وأشار إلى أنهم يقدمون الخدمات في المدارس، مفيدا بأن متلقي الخدمات كانوا يضطرون للذهاب إلى أسمرة للحصول عليها، إلا أنهم في الوقت الحالي يحصلون عليها عن قرب. من جهتها قالت طبيبة العيون لوام تسفالدت إن أمراض العيون السائدة في المديرية هي المياه الزرقاء وحساسية العين، وتجري عمليات العلاج حسب المستوى. وذكرت بأنهم يتحركون إلى مختلف المناطق لتقديم خدمات الإسعاف فيما يتعلق بالأمراض المرتبطة بالعيون وخاصة التراكوما، وقد انخفضت نسبة الإصابة بالمرض إلى أدنى مستوى لها بفضل حملات التوعية وتوزيع الأدوية الجارية على مستوى المديرية والإقليم. وأوصى المهنيون الصحيون المجتمع المدني لاستخدام النظافة باعتبارها من أهم العوامل المتبعة لمكافحة الأمراض، وعلى المواطنين المصابين بأي كان من الأمراض الإسراع إلى المؤسسات الصحية. وشهد المستفيدون من تلك الخدمات بالتعامل الحسن الذي يبديه لهم المهنيون الصحيون إلى جانب الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المؤسسات الصحية، داعين لإيجاد حل لقسم طب العيون الضيق مع كثرة المستفيدين. في إطار الأنشطة الدبلوماسية الشعبية الموسعة الجارية، شهدت الجاليات الإريترية في عدد من الدول أنشطة دبلوماسية. لمزيد من التفاصيل نتابع في سياق التقرير التالي بصوت الزميل سليمان محمد سعد. التقى سفير إريتريا بجنوب السودان السيد يوحنس تخلي ميكائيل في 13 من فبراير الجاري بالرئيس الجنوبي السوداني سلفا كير ميرديت، وفي 11 من ذات في الشهر بنائب وزير الشؤون الخارجية دينغ داو دينغ. وفي اللقاء الذي جرى في العاصمة جوبا أجرى السفير يوحنس والرئيس سلفا كير بحثا موسعا حول القضايا التي توصل إليها الرئيسان إسياس أفورقي والرئيس سلفا كير في أغسطس الماضي إلى تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سلفا كير إلى إريتريا. وذكر الرئيس سلفا كير ميرديت في اللقاء العلاقات الإريترية والجنوب السودانية تاريخية، معبرا عن أمنياته الطيبة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والشعب الإريتري. وفي لقاء آخر شهد حضور مسؤولي الجالية الإريترية بجوبا وضوائحها بالإضافة إلى جمعية الإريتريين لأصحاب السهارج. ذكر السيد دينغ داو الدعم الذي قدمته إريتريا وشعبها لشعب الجنوب السوداني في الفترة العسيبة، موضحا بأن حكومة بلاده تعمل بكل ما في وسعها لاستقلال المستثمرين الإريتريين الفرص الاستثمارية في بلاده جيدا، وكذلك لضمان حقوقهم. في غضون ذلك نظم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة وكذلك اللجنة الوطنية للإريتريين والأمريكيين في مدن دنفر وفونيكس وسان برناردينو وسان دياغو ولوس أنجلوس وأورانج كاونت بالولايات المتحدة الأمريكية،
نظموا جلسة مباحثات في 9 من فبراير الجاري في لاس فيغاس لتبادل التجارب وتعزيز إسهاماتهم في القضايا الوطنية. من جهة ثانية، أحيا الإريتريون المقيمون في مدن روما وميلانو وبرما وفيرنسي ونابولي وكاتانيا وباري الذكرى 29 لعملية فنقل التاريخية بمشاركة العديد من أصدقاء إريتريا والإريتريين ذات الجنسيات الأوروبية. وأكد المشاركون في مراسم الإحياء التي جرت حسب المدن جاهزيتهم للعمل من أجل تعزيز القيم الوطنية وتقوية تأطيرهم وترابطهم. دشن في 3 من فبراير الجاري مشروع مياه شرب نظيفة في مدينة ماي عيني بتكلفة بلغت 2,000,000 نوفا، ويخدم المشروع 4 مناطق في المديرية. ويشتمل المشروع الذي تم بناؤه بالتعاون بين الشعب والحكومة نشر أنابيب المياه بطول 6 كيلومتر وخزانات مياه وإنشاء طاقة شمسية ب 8.5 كيلووات و4 نقاط توزيع. وألقى مسؤول فرع المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرون مسجنا في مراسم التدشين كلمة أوضح فيها عن مشاركة حوالي 1600 مواطن، كما يقدم الخدمات لمستشفى ماي عيني الأهلي، مذكرا المواطنين للاستخدام الجيد والقيام بالعناية اللازمة. من جهته أشاد مسؤول متابعة المناطق بالمديرية السيد كفل منقس بالجهود الحثيثة التي بذلها الشعب وقسم المياه في الإقليم الجنوبي لإنجاح المشروع، منوها المناطق للمساهمة بفعالية في إدارة المشروع كما ينبغي. وأكد سكان تلك المناطق بأن المشروع ساهم في حل الإشكاليات التي كانت تواجههم، واستطاعوا الحصول على خدمات مياه نظيفة، مؤكدين جاهزيتهم لبناء نقاط توزيع إضافية. تشهد مديرية كركبة أعمالا فعالة لتهيئة أرضية صلبة من أجل حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وتعزيز جودتها. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض فازقي يوحنس عن وجود 28 مهنيين صحيين ينشطون في عيادة واحدة و4 مستوصفات، وذكر عن تنظيم حملات جيدة لنشر وتوزيع الخدمات الصحية حتى المناطق البعيدة عبر مراحل. وبفضل الحملات المنتظمة ازدادت نسبة الاستفادة من الخدمات الصحية الحديثة. وذكر الممرض فازقي عن تقديم خدمات صحية شاملة في عيادة كركبة تتمثل في الطب العام والمختبر، وكذلك متابعة قبل وبعد الولادة. ونتائج للحملات التوعية الجارية والمسائل الحثيثة حققت خدمات متابعة قبل وبعد الولادة نتائج عالية، فضلا عن وضع الحوامل في المؤسسات الصحية. وأفاد بأن الأنشطة الجارية لانخفاض الإصابة بمرض الملاريا أدت إلى تدني ظاهرة المرض، موضحا بأن خدمات التطعيم المقدمة بالتنقل إلى المناطق البعيدة من كل شهرين ظلت تلعب دورا كبيرا في إنجاح المهام الصحية. في الختام أشار الممرض فازقي إلى أن المؤسسات الصحية المتوفرة في المديرية لا توازي انتشار رقعتها، لذلك تواجه المديرية مشاكل تتعلق بنقص وقلة المؤسسات الصحية، منوها إلى إنشاء مؤسسات صحية إضافية ومنح قلة الأدوية اهتمام أكبر. من جهتهم ذكر المستفيدون بأن إنشاء المؤسسات الصحية وتوفرها في مديرياتهم أدى إلى الحصول على الخدمات الصحية الأساسية عن كثب، وتعزيز وعيهم فيما يتعلق بكافحة الأمراض وسبل المعالجة، مناشدين لتوسيع الفرص حتى في المناطق البعيدة. انتخب السكان 21 ضحية في مديرية عدقيح قضاة ولجان صلح في 11 محكمة أهلية في المديرية. وأوضح المدير التنفيذي في المديرية السيد كويروس قبر مريم بأن لجان الصلح يلعبون دورا كبيرا في تسهيل عملية الحكم وإرساء الوئام والوحدة، مناشدا المنتخبين الجدد للعمل المتفاني من أجل تنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعلى المواطنين إبداء التعاون اللازم معهم. من جهتهم قال السكان إنهم انتخبوا الأشخاص المتصفين بالكفاءة والقدرات في هذا المجال، معبرين عن أملهم ليقدموا لهم خدمات ناجحة بتفاني وإخلاص، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بما يطلب منهم لإنجاح المهام. مشاهدينا الأكرام، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية.
استأنفت الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين الخميس على مستوى رؤساء الوفدين قبل أسبوعين تقريبا على انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على بكين. وصافح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونيتشن وممثل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أمام عدسات المصورين قبل أن يبدأوا مباحثاتهم في منتزه غرب العاصمة الصينية. ويأتي استئناف هذه المباحثات في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من عاصفة قد تضرب الاقتصاد العالمي ومرتبطة جزئيا بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصاديين في العالم. ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجاري قبل الأول من مارس، المهلة النهائية التي حددها ترامب، رغم إعلانه أنه قد يمددها على ضوء سير المحادثات في بكين. وتبادلت الدولتان فرض الرسوم على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة فيما بينهما، مما أرخى بثقله على الأسواق المالية العالمية. قالت وسائل إعلام رسمية أن 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران، حيث تتعرض قوات الأمن لهجمات متزايدة يشنها متشددون من الأقلية السنية في البلاد. ودفعت الخسائر الكبيرة في صفوف الحرس الثوري قائدا كبيرا إلى توجيه تحذير إلى خصوم بلاده. وقال الحرس الثوري في بيان إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة كانت تنقل أفراد القوى، وأصيب 13 شخصا آخرين. وتعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالرد على هجوم الأربعاء. وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن إيران ستشن معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب ردا على الهجوم. وافادت وكالة فارس شبه الرسمية بأن جيش العدل الذي يقول إنه يريد حصول أقلية البلوخ العرقية على مزيد من الحقوق أعلن مسؤوليته عن الهجوم. ألغت مطارات بلجيكا جميع الرحلات الجوية تقريبا الأربعاء بسبب إضراب عام احتجاجا على الأجور وظروف العمل أدى لتوقف أنشطة الموانئ وأثر عن وسائل التنقل العامة. وأغلقت هيئة إدارة الملاحة الجوية البلجيكية سكايس المجال الجوي للبلاد لمدة 24 ساعة لأنها لم تكن تضمن حضور عدد كاف من الموظفين. وقال مطار بروكسل أكثر المطارات ازدحاما في البلاد إنه يعتزم التعامل مع 591 رحلة مغادرة ووصول لركاب وشاحنات، وإن الإضراب سيؤثر على نحو 60,000 مسافر. وطالب نقابات العمال بزيادة الأجور وتحسين فترات العمل ومعاشات التقاعد. وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل إن هناك حاجة لاستئناف المحادثات، وأضاف أن الشركات وفرت 219,000 فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية بفضل سياسات الحكومة. تمكن مصور بريطاني مؤخرا من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود ولم يجري رصده عبر الكاميرا منذ مدة تزيد عن القرن. وبحسب صحيفة بريطانية فإن الصور التي التقطها المصور بورارد لوكاس للنمر الأسود جرى عرضها في منتزه لايكيبي للحياة البرية بكينيا. وكان المصور قد التقى عددا من السكان المحليين الذين تحدثوا عن وجود الحيوان في المنطقة وأشاروا إلى آثاره. وفي مرحلة لاحقة قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار الحركة ويمكن الاتصال بها بشكل لاسلكي. وبعد ما انتظر بدون جدوى خلال الأيام الأولى، فوجئ المصور بصيد العدسة بعد فترة قصيرة. وقال في تصريح صحفي إنه كاد لا يصدق الأمر في بداية الأمر. ويقول خبراء في شؤون الحياة البرية أن عدة نمور سوداء تعيش في غابات إفريقيا، لكن آخر صورة التقطت لنمر أسود كانت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سنة 1909. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.